أكثر من 1400 سنة ونحن نصوم رمضان خطأ. تفسير خاطئ لآية قرآنية غير موعد شهر رمضان وخلاه يتغير كل عام بدل ما يكون ثابت ومحدد. كيف فسروا الآية بشكل خاطئ؟ وهل فعلا موعد شهر رمضان ثابت بكل سنة؟ نعتمد كعرب على التقويم القمري أو الهجري واللي هو 12 شهر. تبدأ السنة القمرية بشهر محرم وتنتهي بشهر ذو الحجة، لكن بعكس التقويم الميلادي أو الشمسي مدة الشهر القمري 29 يوم ونصف اليوم، وبالتالي وبحسبة سريعة تطلع معنا السنة القمرية 354 يوم، يعني أقل من السنة الشمسية ب 11 يوم. العرب كانوا يقوموا ويصححوا السنة القمرية وفرق ال 11 يوم بإضافة شهر كل 32 شهر للسنة القمرية، وكانوا يسموه الشهر النسيء. وبهالحالة تبقى الأشهر الهجرية ثابتة وتأتي بفصولها، فربيع الأول بيجي بفصل الربيع، وذي القعدة بفصل الشتاء، ورمضان اللي بيعني الحر والمطر الأولى بيجي تقريبا بالخريف بين شهر سبتمبر وشهر أكتوبر. طب عظيم، منطقي هذا الحكي، بس ليش بطلوا العرب يضيفوا الشهر النسيء؟ وكيف تخربطت الشهور القمرية وفقدت معناها؟ فصار ربيع الأول بيجي بالحر، وصفر بيجي بالشتاء، ورمضان بيتغير كل سنة، والأشهر الحرم بطلت حرم، فصار الصيد يصير بموسم ولاة الحيوانات، والقتل والحروب مباحة، وما عاد حدا التزم. أغلب المؤرخين بيتفقوا بأنه عدم إضافة الشهر النسيء بدأ بسنة 17 للهجرة، يعني بعد وفاة الرسول الكريم ب6 سنوات. أما سبب الإلغاء فهو تفسير خاطئ للآية الكريمة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. صدق الله العظيم. وسبب التفسير الخاطئ هو اختلاف التشكيل بقراءات القرآن السبعة. مثل ما بتعرفوا كتب القرآن الكريم ب7 قراءات تختلف تماما بالنطق والمعنى والتشكيل. 5 قراءات من أصل ال7 قراءات بتشكل الآية السابقة بطريقة مختلفة. بدل زيادة مكتوب زيادة، وبدل يضل مكتوب يضل، فبيصير المعنى بالتشكيل الجديد أنه الذين كفروا هم الذين يضلون بتحريمهم وتحليلهم لشهر النسيء، وهذا هو زيادة في الكفر، وليس المقصود أبدا إضافة الشهر النسيء هي الكفر. وبيقول المفكرين اللي بيدعموا هي النظرية بأنه لو تحريم الشهر النسيء نزل بالقرآن كان الرسول الكريم حرمه فورا، مو استنوا لبعد وفاته ليتم التحريم. العلم بيقول لو ضل رمضان بيجي بمنتصف شهر سبتمبر الميلادي كان بقية ساعات الصيام متساوية بأغلب دول العالم. غالبا حتقول لحالك معقول علماء ومؤسسات وحكومات ما انتبهوا لهالقصة؟ بحب قلك صديقي وبحب قلك صديقتي بأنه العالم بكل دول العظمى ضل يستخدم خريطة اسمها خريطة ميركاتور لأكثر من 500 سنة، وهي كلها غلط بغلط. موضوع الشهر النسيء يستحق التفكير بجدية، وأنه نسأل حالنا بهدوء: ماذا لو كان لازم نضل نضيف هذا الشهر للسنة الميلادية لحد اليوم؟ شاركوني رأيكم بالتعليقات، ولا تشتركوا بالصفحة اوعى بس الشلي لسه بأوله. أكثر من 1400 سنة ونحن نصوم رمضان خطأ. تفسير خاطئ لآية قرآنية غير موعد شهر رمضان وخلاه يتغير كل عام بدل ما يكون ثابت ومحدد. كيف فسروا الآية بشكل خاطئ؟ وهل فعلا موعد شهر رمضان ثابت بكل سنة؟ نعتمد كعرب على التقويم القمري أو الهجري واللي هو 12 شهر. تبدأ السنة القمرية بشهر محرم وتنتهي بشهر ذو الحجة، لكن بعكس التقويم الميلادي أو الشمسي مدة الشهر القمري 29 يوم ونصف اليوم، وبالتالي وبحسبة سريعة تطلع معنا السنة القمرية 354 يوم، يعني أقل من السنة الشمسية ب 11 يوم. العرب كانوا يقوموا ويصححوا السنة القمرية وفرق ال 11 يوم بإضافة شهر كل 32 شهر للسنة القمرية، وكانوا يسموه الشهر النسيء. وبهالحالة تبقى الأشهر الهجرية ثابتة وتأتي بفصولها، فربيع الأول بيجي بفصل الربيع، وذي القعدة بفصل الشتاء، ورمضان اللي بيعني الحر والمطر الأولى بيجي تقريبا بالخريف بين شهر سبتمبر وشهر أكتوبر. طب عظيم، منطقي هذا الحكي، بس ليش بطلوا العرب يضيفوا الشهر النسيء؟
وكيف تخربطت الشهور القمرية وفقدت معناها. فصار ربيع الأول بيجي بالحر، وصفر بيجي بالشتاء، ورمضان بيتغير كل سنة، والأشهر الحرم بطلت حرم، فصار الصيد يصير بموسم ولاة الحيوانات، والقتل والحروب مباحة، وما عاد حدا التزم. أغلب المؤرخين بيتفقوا بأنه عدم إضافة الشهر النسيء بدأ بسنة 17 للهجرة، يعني بعد وفاة الرسول الكريم ب6 سنوات. أما سبب الإلغاء فهو تفسير خاطئ للآية الكريمة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. صدق الله العظيم. وسبب التفسير الخاطئ هو اختلاف التشكيل بقراءات القرآن السبعة. مثل ما بتعرفوا كتب القرآن الكريم ب7 قراءات تختلف تماما بالنطق والمعنى والتشكيل. 5 قراءات من أصل ال7 قراءات بتشكل الآية السابقة بطريقة مختلفة. بدل زيادة مكتوب زيادة، وبدل يضل مكتوب يضل، فبيصير المعنى بالتشكيل الجديد أنه الذين كفروا هم الذين يضلون بتحريمهم وتحليلهم لشهر النسيء، وهذا هو الزيادة في الكفر، وليس المقصود أبدا إضافة الشهر النسيء هي الكفر. وبيقول المفكرين اللي بيدعموا هي النظرية بأنه لو تحريم الشهر النسيء نزل بالقرآن كان الرسول الكريم حرمه فورا، مو استنوا لبعد وفاته ليتم التحريم. العلم بيقول لو ضل رمضان بيجي بمنتصف شهر سبتمبر الميلادي كان بقية ساعات الصيام متساوية بأغلب دول العالم. غالبا حتقول لحالك معقول علماء ومؤسسات وحكومات ما انتبهوا لهالقصة؟ بحب قلك صديقي وبحب قلك صديقتي بأنه العالم بكل دول العظمى ضل يستخدم خريطة اسمها خريطة ميركاتور لأكثر من 500 سنة، وهي كلها غلط بغلط. موضوع الشهر النسيء يستحق التفكير بجدية، وأنه نسأل حالنا بهدوء: ماذا لو كان لازم نضل نضيف هذا الشهر للسنة الميلادية لحد اليوم؟ شاركوني رأيكم بالتعليقات، ولا تشتركوا بالصفحة اوعى بس الشلي لسه بأوله.